بسم الله وعلى بركة الله نبدأ. أهلا بكم. موعدنا اليوم مع الجزء الخامس من مغامرة قصر الشيطان. الفقرة السابعة بعنوان العقاب. في تلك اللحظة كان شيلتون يتنقل في حديقة قصره وهو يفحص بعض النباتات والزهور التي تم زرعها حديثا بعد إحضار شتلاتها من هولندا وفرنسا. وقال للبستاني الذي يصاحبه وعلى وجهه تلك الملامح الصارمة المتعالية التي تميزه: لماذا لم تستأصل هذه الحشائش؟ لقد طلبت منك اقتلاعها من أحواض الزهور منذ عدة أيام، أليس كذلك؟ أجابه البستاني. هذه الحشائش تحتاج إلى معالجة خاصة حتى لا تؤثر على التربة. قال شيلتون بحدة لا تقل عن حدة ملامحه: لا تهمني الوسيلة، المهم أن تنفذ ما أطلبه منك بحذافيره، فقد كان عليك أن تدبر الوسيلة اللازمة أيا كانت لاقتلاع تلك الحشائش من الأحواض. اعتذر البستاني وقد أخافته لهجة شيلتون: آسف يا سيدي، سأنفذ ما طلبته في الحال. ولكن شيلتون قال في حسب: لن تنفذ أي شيء، لأنك منذ الآن أصبحت مفصولا. قال الرجل متوسلا: ولكن يا سيدي. قاطعه شيلتون قائلا: أوامري يجب أن تنفذ من أول مرة، فليس لدي دائما مرة ثانية. عاد الرجل يتوسل قائلا: الرحمة يا سيدي. ولكن شيلتون لم يستجب لتوسلاته، بل فرقع إصبعيه، فظهر في الحال شخصان ضخم الجثة وكأنهما جاء من باطن الأرض. وجذب البستاني بعيدا عن شيلتون، وقال أحدهما: هيا أيها الرجل، لم يعد لك بقاء هنا. واقترب شخص ثالث من شيلتون قائلا: جاك هنا، وهو يرغب في مقابلتك. انتفض شيلتون غضبا وهو يقول: هذا الغبي ما الذي جاء به إلى هنا؟ جاء جاك في صحبة الشخصين اللذين أبعد البستاني. فحدجه شيلتون بعينين تقدحان شررا وهو يقول: هل بلغت بك الجراءة أن تخالف تعليماتي وتأتي إلي في هذا القصر؟ قال له جاك في رجاء: معذرة يا مستر شيلتون، ولكن الأمر. قاطعه شيلتون قائلا: ألم يكفك ما حققته من فشل في تنفيذ عملية قبرص؟ قال جاك متلعثما: هذا هو ما دعاني إلى الحضور. لقد أمرت بإبعادي عن المنظمة، وأنت تعرف أنني لا أستطيع أن أحيا بعيدا عنها. قال شيلتون بحدة: لقد ألحقتك بالمنظمة بناء على ترشيحي لك، فأنت تعمل لحسابي أولا قبل أن تعمل لحساب المنظمة، وكنت أراهن عليك. لقد تحدثت أمام كبار رجال الكبرى وأمام الرئيس نفسه
عن مدى ثقتي في قدراتك، وعلى أنك ستنهي أمر ذلك الرجل. المدعو ممدوح، ولكنك خيبت أملي فيك، وجعلت ذلك الرجل يحولك إلى أضحوكة. قال جاك: ولكن يا مستر شيلتون، لقد نفذت من قبل العديد من العمليات الناجحة التي كلفتني إياها، وهذا هو الفشل الأول بالنسبة لي. قال شيلتون وهو يعقد ذراعيه خلف ظهره: الفشل الأول هو الفشل الأخير بالنسبة لي، فلا مجال للفشل لمن يعمل لحساب الكبرى، ولقد أفهمتك هذا منذ الوهلة الأولى، فضلا عن تحذيري السابق لك من ملاحقة مارغريتا، على الرغم من أنك تعرف أنها سكرتيرتي الخاصة، وأنني لن أسمح لك بعلاقة وثيقة معها، ولكنك مع هذا استمررت في مطاردتك لها وفرض نفسك عليها، ضاربا بتحذيري لك عرض الحائط. وها أنت ذا ترتكب غلطة أخرى لا تغتفر بحضورك إلي في هذا المكان مع ما يحيط بك من شبهات. لقد ارتكبت العديد من الأخطاء يا جاك، وآن لك أن تدفع ثمنها. قال جاك متوسلا: أرجوك يا مستر شيلتون، أعطني فرصة أخرى. قال شيلتون وقد اكتست ملامحه بقسوة زائدة: فرصتك الوحيدة هي أن تسرع بمغادرة ذلك المكان وتتجه على الفور إلى المطار لتأخذ أول طائرة تغادر أسبانيا قبل أن تثير غضبي، وإلا ضاعت فرصتك إلى الأبد. نظر جاك إلى شيلتون بخوف، وقد أدرك المعنى الذي ينطوي على تحذيره هذه المرة، فأخذ يتراجع بظهره إلى الوراء، وفي عينيه نظرة ذعر تتنافى مع شهرته كقاتل محترف. ولكن شيلتون استوقفه قائلا: انتظر، هل معك سيارتك؟ ازدرد جاك لعابه قائلا: نعم يا سيدي. قال شيلتون: سيصحبك 2 من رجالي حتى يتأكدا من مغادرتك أسبانيا بنفسيهما ويبلغاني بذلك، فلا أريد أن تقضي هذه الليلة في مدريد. وقبل أن يحاول جاك أن يقول شيئا، عاد شيلتون يفرقع بأصابعه ليظهر له مرة أخرى هذان الماردان، فقال لهما: ستصحبان مستر جاك في سيارته إلى المطار لتحجزا له على أول طائرة تغادر مدريد، ثم تنتظراه حتى تتأكدا من إقلاع الطائرة وهو داخلها، وبعد ذلك تعودا لإبلاغي بذلك. قال أحدهما وهو ينظر إلى شيلتون نظرة ذات مغزى: تحت أمرك يا مستر شيلتون. بدا جاك مترددا في مغادرة القصر، وعاد يقول لشيلتون: ألا يمكنني الحصول على فرصة أخرى
يا مستر شيلتون. ولكن شيلتون قال وهو يدير ظهره: وداعا يا جاك. أمسك الرجلان بمرفقي جاك وهما يصطحبانه إلى الخارج، في حين عاد شيلتون إلى حجرة مكتبه ليجد مارغريتا في انتظاره. أما ممدوح فكان لا يزال جالسا في سيارته. عندما لمح تلك السيارة وهي تغادر القصر، فألقى نظرة سريعة على الأشخاص الثلاثة داخل السيارة التي مرقت إلى جواره. بدا له للوهلة الأولى أنه يعرف أحدهم، ثم لم يلبث أن هتف وهو يضرب براحته عجلة القيادة: نعم، إنه هو. لقد كان ذلك الرجل الجالس على عجلة القيادة هو جاك نيلسون. إذن فهناك علاقة مؤكدة بين منظمة الكبرى وذلك الرجل المدعو شيلتون. وأدار ممدوح محرك السيارة سريعا وهو يستدير بها إلى الاتجاه العكسي، محاولا اللحاق بالسيارة. وبعد نصف الساعة من انطلاق سيارة جاك فوق ذلك الطريق الأسفلتي الضيق الذي يطل على سلسلة من الوديان الجبلية الخضراء، تحدث الرجل الجالس في المقعد الخلفي قائلا لجاك: رحلتك تنتهي هنا يا مستر جاك. وقبل أن يتبين جاك حقيقة الأمر، انهال عليه الرجل الجالس في المقعد الخلفي بضربة قوية من قضيب حديدي أصاب بها عنقه، وكانت الضربة فنية وقوية في آن واحد، بحيث فقد جاك على أثرها وعيه سريعا لتسقط رأسه على عجلة القيادة دون حرج. وعلى الفور امتدت يد الرجل الآخر لتقبض على عجلة القيادة ليسيطر عليها، وتمكن من إيقاف السيارة بالقرب من حافة جبلية مرتفعة. وكان ممدوح قد لمح السيارة على مسافة غير بعيدة، فسارع بإخفاء سيارته وراء أحد المنحنيات الجبلية، واندفع يتسلق مرتفعا جبلي بالقرب من المنحنى، وهو يتطلع إلى السيارة الواقفة بواسطة منظار مقرب. وأدهشه أن يرى الرجلان وهما يغادران السيارة دون جاك الذي كان لا يزال فاقدا الوعي. ثم قام أحدهما بإدارة محرك السيارة، في حين كان الآخر يشارك في دفعها من الخلف نحو المنحدر الجبلي. وقبل أن يحاول ممدوح التدخل، كانت السيارة قد اندفعت من فوق المنحدر الجبلي لتهوى إلى أسفل، في حين وقف الرجلان يراقبان سقوطها في القاع ثم انفجارها. وسرعان ما لحقت سيارة أخرى بالرجلين،
لتقلهما عائدة إلى قصر شيلتون بعد أن تخلصا من جاك. عندئذ أدرك ممدوح هوية خصمه، إنه الشيطان نفسه. الفقرة 8 بعنوان لقاء الشيطان. كان الحفل الذي أقامه شيلتون في قصره يضم عددا من رجال الأعمال البارزين، وقد أحاطه بمظاهر البذخ والطرف الذي يدل على أنه من كبار الأثرياء. وكانت مارغريتا تستعد لمغادرة سيارتها في طريقها إلى القصر بعد أن انتهى عملها في الشركة الأسبانية التي يمتلكها شيلتون، عندما سمعت صفيرا خافتا يأتيها من وراء الأشجار المحيطة بالقصر، فالتفتت إلى مصدر الصفير لتجد ممدوحا واقفا وراء إحدى الأشجار وهو يلوح لها، واعتراها شيء من الاضطراب وهي تقترب منه قائلة: أنت كيف جرؤت على أن تأتي إلى هنا؟ قال ممدوح هامسا: ماذا أفعل؟ لقد سلبتيني عقلي عندما وجدت نفسي غير قادر على الابتعاد عنك. قررت المجيء إلى هنا فربما رأيتك. قالت بغضب: ألا تدري أي حماقة ترتكب؟ يجب أن تعرف شيئا، هذا المكان لا يصلح لذلك النوع من المزاح السخيف. ابتسم ممدوح قائلا: وهل تعتقدين أنني أمزح؟ حقيقة يا مارغريتا لقد أحسست برغبة جارفة تدفعني لرؤيتك مرة أخرى. ألم أقل لك إننا ربما التقينا قريبا؟ قالت متبرمة: حسنا، ها أنت ذا قد رأيتني، والآن يجب أن تغادر ذلك المكان. قال ممدوح محتجا: لماذا يا حوريتي الجميلة؟ إنني أرى حفلا كبيرا مقاما في هذا القصر الذي يمتلكه رئيسك، وكما ترين فإنني أرتدي ملابس السهرة كاملة، فلماذا لا تدعيني إلى هذه الحفلة حتى أحظى بالقرب منك؟ قالت بضيق: لأنني لست المضيفة، وصاحب القصر يبغض الأغراب. قال ممدوح بإلحاح: وهل سيلحظني وسط هذا الحشد من المدعوين؟ نظرت مارغريتا بخوف إلى أحد الأشخاص الذي كان يقف بالقرب من بوابة القصر يراقبها، ولاحظ ممدوح نظرات الخوف التي أطلت من عينيها وهي تنظر في اتجاه ذلك الشخص، ولكنه لم يعلق، بل استمر في إلحاحه قائلا: هيا يا حوريتي، ضعي ذراعك في ذراعي واصطحبيني إلى الداخل، فمعك لا أظن أنني سأكون بحاجة إلى دعوة. بالمناسبة، من المدعوون إلى هذا الحفل؟
قالت وملامحها تنطق بالقلق: إنهم مجموعة من رجال الأعمال. ابتسم قائلا: حسنا، إنني أيضا من رجال الأعمال. هل نسيت ذلك؟ ربما أمكنني التعاقد على إحدى الصفقات مع وجود هذه المجموعة من زملاء المهنة. قالت بتبرم: زملاء المهنة؟ هل تعرف حجم الأعمال التي يتعامل فيها هؤلاء؟ إنها ملايين وربما مليارات. حك ممدوح رأسه بأظافره قائلا: عموما إنني أقترب من المليون الأول بخطى جيدة. ضربت مارغريتا على ساقيها بيديها دلالة على الاستسلام، وهي تقول: لا أدري ما الذي جعلني ألتقي بك أمس. قال ممدوح مبتسما: حظك السعيد وحظي أيضا، إذ لا تتاح للمرء الفرصة دائما لكي يلتقي بكل هذا الجمال الذي فتنتيني به. وقال لها بجدية هذه المرة: على كل حال لقد قلت لك الحقيقة، وهي أنني أردت رؤيتك بالفعل، ولكن إذا كان وجودي سيسبب لك شيئا من الحرج والضيق فيمكنني أن أعود من حيث أتيت. قالت وقد تأثرت بعض الشيء لكلماته الجادة: وما الفائدة؟ لقد شاهدوك معي. اصطنع ممدوح الدهشة قائلا: من الذين شاهدوني؟ وماذا تقصدين بذلك؟ أجابته قائلة: أشخاص كلفهم شيلتون مراقبة كل الذين يعملون معه، ونقل أخبارهم وأخبار من يلتقون بهم بكل دقة إليه. ابتسم ممدوح قائلا: تعنين جواسيس؟ وماذا في ذلك؟ إن رجل أعمال كبير كالذي تعملين معه لا بد وأن يتأكد دائما من أن الذين يعملون معه يستحقون ثقته، خاصة إذا كانوا ممن يطلعون على أسراره، وخاصة إذا كان له منافسون كثيرون في سوق رجال الأعمال. إن معظمهم يفعل ذلك. بدا شيء من عدم الاقتناع على وجهها وهي تقول: لست أدري. إن شيلتون رجل أعمال له ثقله ومشاريعه الكبيرة بالفعل، ولكن أحيانا يخيل إلي أن وراءه شيئا غامضا، وأنه ليس مجرد رجل أعمال. قال ممدوح باهتمام: ماذا تعنين؟ هزت مارغريتا رأسها سريعا وكأنها تنفض عن نفسها هذا التفكير، وقالت وهي تتأبط ذراعه: لا شيء، هيا بنا إلى الداخل، ولكن كن حذرا في تعاملك مع الآخرين. قال ممدوح: أعدك بذلك. وتناول ممدوح أحد أكواب العصير وهو يتنقل في أرجاء حديقة القصر، حيث التف المدعوون حول حوض السباحة القريب من الحديقة.
واختار ممدوح لنفسه موقعا وقف يراقب من خلاله شيلتون وهو يتحدث إلى مجموعة من رجال الأعمال الذين كانوا مستغرقين في حديث جاد معه. وكان ممدوح قد اطلع على صورة حديثة لشيلتون بمجرد وصوله إلى مدريد عن طريق السفارة المصرية، ولكنه بدا أكثر حدة وصرامة من الصورة، فلم تبدر منه ابتسامة مجاملة واحدة أثناء الحديث، بل بدا متجهما أغلب الوقت بعينيه الحادتين كعيني صقر، ووجهه الصارم الملامح. ولمح ممدوح مارجريتا وهي تقترب منه وتقف على بعد خطوات من المجموعة التي يشاركها الحديث. وعلى الرغم من رؤيته للفتاة وقد وقفت في انتظاره، إلا أنه استمر في حديثه مع الأشخاص الملتفين حوله لمدة دقيقتين دون أن يعبأ بها، ثم لم يلبث أن استأذنهم في الانصراف وتقدم بخطوات متمهلة نحوها دون أن تتبدل ملامح وجهه المتجهمة. بادرته الفتاة قائلة: جاءت عدة تلكسات من لندن وروما بخصوص فرع الشركة هناك. قال لها وهو ينفخ دخان سيجاره دون أن ينظر إليها: هل من بينها شيء مهم؟ أجابته الفتاة: فرع الشركة في لندن يطلب سرعة إرسال التمويل اللازم للمشروع المزعم إقامته في إنجلترا. على كل حال، كل التلكسات الواردة وضعتها في أحد الملفات وهو جاهز للعرض غدا بمجرد حضورك إلى الشركة. وصمتت برهة ثم قالت: ولكن ورد من بينها تلكس غريب بعض الشيء. التفت إليها شيلتون قائلا: كيف؟ أجابته قائلة: إنه يتحدث عن إرسال تقرير سريع حول العملية الزراعية، ولا أعتقد أن شركتنا تمارس أي نشاط يتعلق بعمليات زراعية. بدا الاهتمام على وجه شيلتون للمرة الأولى وهو يقول بحدة: ولماذا لم تحضري هذا التلكس معك؟ نظرت إليه الفتاة باستغراب قائلة: لم أكن أدري أن له كل هذه الأهمية، فلم أعتد إحضار تلك الأوراق الخاصة بالعمل في مثل تلك الحفلات الخاصة. أخفى الرجل اهتمامه سريعا وهو يقول محاولا إخفاء حدة نبرات صوته: حسنا، والآن كما هو معتاد كوني قريبة مني دائما حتى ينتهي ذلك الحفل اللعين، فقد أحتاجك في بعض الأعمال المتعلقة بشركتنا، ويمكنك بالطبع الاستمتاع بمباهج الحفل
ومراقصة الآخرين، ولكن حاولي أن تكوني قريبة مني عندما أحتاج إليك. أجابته مارغريتا: حسنا يا مستر شيلتون، سأكون جاهزة إذا احتجتني في أي وقت. وهمت الفتاة بالابتعاد عن المكان بعد أن أولاها شيلتون ظهره استعدادا للترحيب بأحد الأشخاص، ولكنه عاد يستدير في اتجاهها وهو يستوقفها قائلا: بالمناسبة، من ذلك الرجل الذي قام بتوصيلك بالقرب من القصر أمس؟ بدا على الفتاة بعض الارتباك، ولكنها سرعان ما تمالكت نفسها وهي تقول: إنه رجل أعمال لبناني يدعى نبيل فوزي. لقد تعطلت سيارتي أمس نتيجة عطب أصاب عجلاتها، فعرض أن يوصلني بسيارته، ولكنني لم أسمح له بالاقتراب من القصر. حدجها شيلتون بنظرات ثاقبة وهو يقول: ومع ذلك فقد جاء إلى القصر هذه الليلة وسمحت له بمصاحبتك للمشاركة في الحفل. قالت الفتاة بارتباك: لقد أبدى نحوي بعض الإعجاب، وألح علي أن أدعوه إلى ذلك الحفل، فلم أجد بدا منه. وفجأة توقفت عن متابعة حديثها وقالت بعصبية: مستر شيلتون، ألن يتوقف رجالك عن متابعة كل خطوة أخطوها؟ لقد ضقت ذرعا بكل ذلك، فمن حقي أن تكون لي حياتي الخاصة ما دامت بعيدة عن دائرة العمل. قال شيلتون بهدوء يتنافى مع حدة ملامحه: بالطبع يا عزيزتي مارغريتا، فأنا لا أريد أن أحرمك من حياتك الخاصة، ولكنني أعتقد أنه من الواجب عليك أن تستأذنيني أولا قبل أن تصطحبي أصدقائك إلى قصري وفي حفل كهذا، أليس كذلك؟ أطرقت رأسها قائلة: أنا آسفة، كان من الواجب أن أفعل ذلك حقا. على كل حال، لو أردت أن أصرفه ولكنه قاطعها قائلا: مطلقا قد أكون فظا بعض الشيء، ولكنني لا أقبل تصرفا خاليا من اللياقة كهذا. يمكنك. وفي تلك اللحظة اقترب ممدوح منهما قائلا للفتاة: مارغريتا، هل تسمحين لي بهذه الرقصة؟ ارتبكت الفتاة قليلا وهي تشير إلى شيلتون قائلة: أقدم لك سينيور شيلتون، صاحب هذا القصر ورئيسي في العمل. مد ممدوح يده لمصافحة شيلتون قائلا: فرصة سعيدة للغاية يا مستر شيلتون، وآسف لإقحام نفسي في سهرتك هكذا دون دعوة مسبقة، ولكن في الحقيقة من كثرة ما سمعته عنك من مارغريتا
تمنيت لو أتيحت لي الفرصة للتعرف إليك شخصيا. صافحه شيلتون قائلا: وأنا أيضا سعيد للقائي بك يا مستر. أكملت الفتاة التعارف قائلة: نبيل فوزي رجل أعمال لبناني ويسعى لإجراء بعض الصفقات في أسبانيا. هز شيلتون رأسه قائلا: يسعدني لقاؤك يا مستر نبيل. كن على راحتك تماما، فليس هناك ما يدعوك للحرج، لأن أصدقاء مارغريتا هم أصدقائي أيضا. أمسك ممدوح مرفق مارغريتا قائلا: والآن يا مستر شيلتون، هل تسمح لي بمراقصة مارغريتا قبل أن تتوقف الموسيقى؟ قال شيلتون: بالطبع تفضل، ولكن أرجو أن نلتقي ثانية بعد انتهاء الرقص، لأن لي معك حديثا قصيرا يا سينيور نبيل، ربما كان فاتحة خير في التعامل بيننا. قال ممدوح: إنه لكرم بالغ منك يا مستر شيلتون. وجذب ممدوح الفتاة إلى ساحة الرقص وهي في حالة من الارتباك والقلق من نظرات شيلتون الثاقبة، في حين اتجه شيلتون إلى الموائد المصطفة في حديقة القصر لتشكل دعوة مفتوحة عامرة بأفخر أنواع الطعام، ليتناول أحد الأطباق وينتقي لنفسه بعض أنواع الأطعمة المتعددة. وفي تلك اللحظة اقترب منه أحد الأشخاص بعد أن أخذ لنفسه طبقا آخر، ووقف يختار لنفسه بعض أنواع الأطعمة أيضا. وخاطبه شيلتون دون أن ينظر إليه مباشرة: ذلك الرجل الذي يراقص مارغريتا، أريد أن تعرف كل شيء عنه. إنه يدعي أنه رجل أعمال لبناني ويدعى نبيل فوزي. أريدك أن تتحرى عن ذلك أولا، لأنني أظن أنه كاذب. قال ذلك الشخص وهو يملأ طبقه من أنواع الأطعمة المتعددة دون أن يحاول الالتفات إلى شيلتون أو إبداء بعض الاهتمام. لست بحاجة إلى إجراء تحريات عنه، وظنك في محله، فهو لا يدعى نبيل فوزي ولا يمت بصلة لرجال الأعمال. تأمله جيدا، إنه ممدوح عبد الوهاب، عميل المكتب رقم 19، والشخص الذي فشلت محاولتنا المتعددة في التخلص منه. توقف شيلتون عن تناول أي أطعمة أخرى لدى سماعه ذلك، ثم أدار ظهره للمائدة وهو يدقق النظر في ممدوح الذي كان يراقص سكرتيرته في هذه اللحظة. ثم قال: نعم، كنت أقول لنفسي متى رأيت هذا الشخص من قبل. ونظر إليه الرجل قائلا: لقد اطلعت على صورته بطريقة عابرة،
في أثناء اجتماع المنظمة الأخير، لأنك كنت تظن أن أمره قد أصبح منتهيا على يد جاك. قال شيلتون: وهل بلغت به السذاجة؟ ولكن الرجل قاطعه قائلا: إنه ليس ساذجا، بل إنه متوقد الذكاء، وربما كان عيبه الوحيد أنه جريء أكثر من اللازم، فهو لا يظن أنك لم تتعرفه، بل أعتقد أنه واثق من أنك تعرف حقيقة شخصيته جيدا. قال شيلتون: هل يعني هذا أنه جاء إلى هنا متحديا؟ أجابه الرجل: لا أعرف، ولكن لا بد أن له هدفا من تقديم نفسه إلينا بهذه الطريقة المكشوفة. قال شيلتون: ومارغريتا؟ أجابه الرجل قائلا: لا أعتقد أنها تعرف شيئا عن حقيقته. قال شيلتون: على كل حال، فهذه هي أحد أخطائها التي لا تغتفر. رد عليه الرجل قائلا: المهم أن هذا يعني أن المصريين قد رفضوا إنذارنا، وأنهم قرروا الاعتماد على بطلهم المغوار، لذا يتعين أن نثبت لهم مدى جدية تهديدنا، وأننا لم نكن نهزل، كما يجب أن نحسم الأمر بالنسبة لتدخلات ذلك الرجل، وأن نعيده إليهم جثة هامدة هذه المرة. قالها وكأنه يصدر حكما حاسما، حكما بالإعدام. وإلى هنا أصدقائي الأعزاء تنتهي بنا أحداث هذا الجزء من هذه المغامرة الشيقة والممتعة، وإلى أن ألقاكم في الجزء التالي، أستودعكم الله.